اهلا بيكم برج الحوت، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف صحه وخير وسعاده يا رب. هنشوف مع بعض الطاقه العامه لفنجانك. بس حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك للفيديو والسبسكرايب للقناه عندي، وتقولوا رايكم في الكومنتات لو عجبكم الفيديو. شوف مع بعض فنجانك يا حوت، ويلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، وسمي الله. على حسب طاقه فنجانك يا حوت، بشوف انك انت يا حوت الفتره دي عندك بلان، عندك خطه، عندك افكار انك انت عايز تعمل لنفسك حاجه. يمكن الفترة دي بتفكر انك انت يعني تجمع فلوس، تحوش، منتظر انت فلوس. يعني انت الفلوس دي عايز مثلا تشتري بيها حاجة، عايز تفتح بيهم مشروع، عايز تساعد بيهم حد مثلا يهمك امره. يعني في حد ممكن يكون طلب منك فلوس او طلب منك سلف مؤقت، وانت مثلا يعني بتدبر له فلوس عشان تساعده بيها. شايفة برج الحوت الفترة دي متحمل المسؤولية، بينحت في الصخر عشان يوصل لمبتغاه. عنده أهداف حلوة وأهداف بيسعى إن هو يحققها ويوصل لها. لكن في نفس الوقت برج الحوت حاسس بقلق، حاسس إن هو مضغوط، حاسس إن هو طول الوقت محتار، متردد ما بين العروض اللي هتتعرض عليك. لكن شايفة انك انت هيكون عندك قرارات صائبة خلال الفترة دي. صحيح الفترة اللي فاتت ما كانتش احسن حاجة بالنسبة لك يا حوت، ممكن تكون مريت بظروف مادية صعبة، ممكن تكون مريت يمكن بخسائر مادية، أو بخسائر وظيفة، أو حتى ممكن تكون خسائر حد عزيز عليك، مثلا خسرت حد من أصدقائك، حد من عائلتك. يعني شايفة برج الحوت هنا يمكن يكون خارج تعبان جدا، بس بيحاول ان هو يخرج من الطاقة دي لطاقة أحلى، وطاقة فيها يمكن نجاح وتحقيق هدف. برج الحوت شايفة كمان ان انت الحاجة اللي هتخشها دي ان شاء الله هتكون فيها تيسير لأمرك وتحقيق للحاجة اللي انت بتتمنيها. الأمور هتكون الفترة دي في صالحك يا حوت، بس احذر من الأشخاص اللي بتحاول تلعب معاك أو بتدبر لك مكايد. ممكن تكون أشخاص عندك في العمل، أشخاص عندك يكونوا من الأصدقاء. يعني أنا عايزاك الفترة دي يا برج الحوت تكون حريص شوية عن كلامك مع الاشخاص المحيطة بيك، عن انك انت تستفز او تثير غضبك بسبب اشخاص يمكن يحاولوا ان هم يستفزوك، وتكون دي هدفهم وخطتهم. فانت تحذر من الناس دي، وتحاول انك انت تاخد كل حاجة بصدر رحب وبهدوء وبمرونة، واكنك ولا على بالك. دي النصيحة بتاعت فنجانك يا برج الحوت. برج الحوت كمان انا شايفة ان عندك الحظ هيكون حليفك خلال الفترة دي. كمان الناس اللي هنا اللي مقدمين على وظيفة، او مقدمين مثلا على سفر، او مقدمين على حاجة جديدة ايا كان ايه هي، ان شاء الله هتكون من نصيبك، وان شاء الله هتحصل عليها. كمان عندك ترقيات يا برج الحوت، وعندك علاوة، وعندك كمان ربح مادي يمكن من حاجة انت اوريدي انت بدأتها من فترة ومنتظر منها المحصول بتاعها، او الحاجة اللي انت زرعتها منتظر منها الخير. فانا شايفه ان شاء الله هتوصل لك يا برج الحوت خلال الفتره دي. كمان في ممكن رساله انت ممكن تكون منتظرها، يمكن بخصوص زي ما قلت لك عمل او فلوس، ان شاء الله هتجيلك وهتكون فيها خبر حلو هيفرحك. برج الحوت انا حاساك الفتره دي انت مضغوط شويه نفسيا، يعني طاقتك كده طاقه فيها شويه ضغط، لكن شايفه الضغط ده هيخف يا برج الحوت. انت تعبان ممكن نفسيا الفتره دي، تعبان جسمانيا، يمكن حاسس بارهاق، يمكن حاسس انك انت مش قادر تتحمل اعباء اكتر من كده. لكن شايفاك بتقاوح يا برج الحوت، بتقاوح وبتحاول انك انت تقف على رجلك مره تاني. برج الحوت عندك ناس بتدبر لك مكايد، خلي بالك منهم. انت الفترة دي عندك قلق وتوتر، لكن شايفة ان شاء الله الفترة الجاية هيكون عندك القلق ده هيخف، وهيكون كل الحاجات يعني بتحلم بيها او انك انت بتفكر فيها هتجيلك ان شاء الله. كمان الناس هنا عندكم انفصال او انقطاع في علاقة. العلاقة دي ممكن كانت فيها مشاكل كتيرة، او ممكن تكون فيها مثلا اطراف ثلاثية متدخلة، يمكن عيلة، يمكن اهل، يمكن كمان طرف تالت عند الشريك يا برج الحوت. ممكن العلاقة دي بقى لها كتير منقطعة، او بقى لها يمكن زمن.
شايفك بتفكر في حد من الماضي يمكن اذاك او جرحك او خانك، لكن شايفه ان الاشخاص دي بيرجعوا مره تاني لحياتك وبيحاولوا ان هم يقدموا لك عروض يمكن سماح او اعتذار، بس انت هتكون رافض او ممكن تكون انت متردد او ما عندكش نية للتسامح خلال الفترة دي من اتجاه الاشخاص دي. لكن شايفة انك انت الفترة دي هتحاول انك انت تفكر مرة واثنين وثلاثة عشان ما تخطأش خطأ تاني يتعبك نفسيا يا برج الحوت. كمان عندكم ممكن يكون في اختلافات كمان في العمر او اختلافات في الجنسية. الشخص ده هو بيتمنى ان هو يرجع لك تاني، عنده امل ان ممكن يكون في حياتك مرة تانية، بيفكر فيك، عنده انجذاب جسدي وروحي اتجاهك. الشخص ده ممكن تكونوا بقالكم فترة طويلة ما بتتكلموش، ممكن تكون كمان ما بينكم محاكم او قضايا لو انتوا كانت في ما بينكم علاقة زوجية مثلا او حاجة وحدث طلاق او حاجة. فانا شايفة ان شاء الله يعني هيكون في خير وهتكون الامور ميسرة بالنسبة لكم، هتكون في صالحكم انتوا يا برج الحوت. برج الحوت شايفة ان ممكن تكون كمان عندكم هنا في حد بيعمل لكم اعوذ بالله سحر او اعمال او حاجة من دي، او ممكن يكون الحسد اللي عند برج الحوت هنا يعني مواصل للسحر اعوذ بالله. يعني عندكم حسد قوي جدا، عشان كده حصنوا نفسكم بالاذكار والادعية. تمام. في ناس هنا لو بتبحثوا مثلا عن مثلا عتبة جديدة في حاجة جديدة مثلا، فانا شايفة في بداية جديدة انتوا هتحصلوا عليها يا برج الحوت خلال الفترة دي. برج الحوت هنا في ناس عندي يمكن يكونوا عندهم امل ان هم يحملوا او بيفكروا في حمل، او عندكم حد يمكن يكون هتسمع عنه خبر حمل او حاجة من دي. شايفة ان شاء الله يعني تسمعوا اخبار بحدوث حمل، اخبار بحدوث مثلا انجاب بعد فترة طويلة، يمكن بقالكم مثلا كنتوا بتعانوا من مشاكل في موضوع الانجاب. شايفة كل حاجة هتكون في صالحكم يا برج الحوت خلال الفترة دي. كمان عندكم في حد بيحاول يشارككم في حاجة يا برج الحوت، يشارككم في عمل جديد، في وظيفة جديدة. كمان عندكم هدايا تقدم لكم، كمان عندكم مفاجآت وعروض حلوة هتكون في صالحكم، توصلوا للحاجة اللي انتوا عايزينها. في حي هنا في الفنجان، انت عندك حد يا برج الحوت يمكن يكون الشخص ده بيظهر لك ان هو كويس وكل حاجة، هو من جواه يمكن حقد وغل عليك، يمكن يكون شخص ذو وجهين، شخص مش كويس من جواه، شخص فيه يمكن صفات سيئة جدا ولكن بيظهر لك دايما الحلو منها. احذروا منه. ممكن كمان يكون في حد يعرض عليكم مثلا شراكة مثلا في حاجة فيها اوراق، فاحذروا من الاوراق برضو، وخلوا معاكم حد يكون فاهم في الاوراق، ممكن يكون محامي، حد يعني يكون يهمه الاوراق دي يعني عشان ما تغلطش في حاجة من دي او امضاء او الكلام ده كله. احذروا يا برج الحوت. عندكم هنا في حد معجب سري، الشخص ده ممكن يكون زميل لكم في العمل، يكون ممكن من الاصدقاء، ممكن يكون من محل الإقامة أو على السوشيال ميديا، أيا كان بقى، خدوه على حسب قصة حياتكم. لكن بنسبة كبيرة هو الشخص ده ممكن يكون بيراقبكم أو بتتكلموا معاه اوريدي. يعني هو ممكن تكونوا انتوا تعرفوه مألوف بالنسبة لكم، وممكن تكون غير مألوف يا برج الحوت. أيا كان شايفة الشخص ده هيحاول الفترة الجاية يعبر لكم عن مشاعره، أو انتوا لو انتوا معجبين بحد والحد ده انتوا خايفين ان هو ما يكونش بيبادلكم نفس شعور الاعجاب، لا ما تقلقوش، الشخص ده بيبادلكم نفس شعور الاعجاب والحب كمان يا برج الحوت، وممكن كمان يعترف لكم بالحب ده ان شاء الله قريب جدا. كمان عندكم الفترة الجاية تحسن في الصحة، انتوا كنتوا بتمروا بظروف صحية صعبة شوية، كنتوا مثلا بتروحوا للدكاترة كتير، او كنتوا عندكم الام في جسمكم او الام في المفاصل او صداع. شايفة ان شاء الله الالام ده هيخف وحالة الصحية تتحسن عندكم بنسبة كبيرة. عندكم خطوة جديدة في حياتكم، الخطوة دي هتوصلكم لأحلام انتوا ما كنتوش تتوقعوا في يوم من الأيام ان تتحقق. ان شاء الله ربنا يحقق امانيكم وينولكم اللي في بالكم يا برج الحوت. ان شاء الله. هنا في ناس عندهم خبر زي ما قلت لكم حمل وارتباط وكمان ترسيم علاقة. كمان انا شايفة في هنا ناس عندهم اوراق في المحاكم، اوراق في المحاكم، يمكن ميراث بقى، يمكن نفقة، يمكن مثلا ديون او حاجة من دي. ربنا يفك كرب كل واحد يا رب وما يحوجوش لحد يا برج الحوت. شايفة هنا في حد ممكن يكون فيه امر من ده،
شاغل بالك او قلقان منه او خايف منه مثلا او حاجة، شايفة ان شاء الله الحاجة دي هتكون في صالحكم انتوا يا برج الحوت، وهتكسبوا الحاجة دي. يعني ما تخافوش ان شاء الله، الحق والعدل هيكون معاكم انتوا يا برج الحوت. يعني كل حاجة هتكون في صالحكم خلال الفترة دي. تفكروا تشتروا عربية او تشتروا حاجة الفترة دي، قللوا الاسراف شوية لان عندكم تبذير خلال الفترة دي. كمان عندكم اخبار سارة هتفرحكم، وعندكم كمان اشخاص يمكن هتيجي من سفر يا برج الحوت، هتلتقي بيهم او هيكون في لقاء بينك وما بين حد عزيز عليك. ايا كان ان شاء الله كل اللي تتمنوه يحصل. دي كانت قراءتنا يا برج الحوت. متنساش اللايك للفيديو والسبسكرايب للقناة، قولوا رأيكم في الكومنتات، واشوفكم الفيديو القادم على خير ان شاء الله.